السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نزلت السوق جبت شوية خضار حلوين كده، الخضار شكله حلو يفتح النفس. بس نشوف الاسعار تسد النفس تاني عادي جدا. ربنا يرحمنا من الغلا ده بجد والله. هنعمل شوية محشي حلوين قوي ان شاء الله يعجبوكم بطريقتي. طريقة حلوة قوي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. جبت الكبة بتاعتي طبعا عشان المحشي، فهعمل كمية بصل كتير. فما فرهطش نفسي وهدي نفسي. عودي نفسك على كده، يعني ما تحاوليش يعني تيجي على نفسك قوي. طعم البصل بيختلف، اللي معمول في الكبة غير اللي مقطعاه. بس ادام عندي كبة تريحني ليه اقطع. هقطع لي 5 6 7 بصلات حلوين كده، انا اعمل كمية محشي كبيرة. افرمهم في الكبة كده واخلص. احنا دلوقتي فينا صحة، لكن محدش عالم بكرة بعده ايه الدنيا. ما نجيش على نفسنا اوي يا جماعة. هنجيب انا بفصص التوم واحطه في كيس كده. طول ما انا فاضية اقعد افصص شوية احطهم في كيس واحطهم في التلاجة، بيسهلوا عليا الموضوع جدا. خلاص هحط شوية توم حلوين برضو، او فرمنا البصل. يلا بينا على البوتاجاز. حلة كبيرة احط فيها شوية زيت وسمنة. انا بحب احط خليط الزيت والسمنة في المحشي، بيبقى طعمه حلو قوي. انزل بالبصلة طبعا بعد ما الزيت ويسخن هو والسمنة. انزل بالبصل بتاعي اهو. طبعا البصلة المفرومة ما بتبانش قوي في التحمير زي البصلة المقطعة. هنرش شوية ملح عشان تسرع لي التحمير بتاعها. هي كده غامقة، ما نحاولش نغمقها اكتر من كده. التوم بتاعتي برضو فرمته في المفرمة، لان كمية التوم كبيرة فهتتفرم معايا بسهولة. خلاص فرمت شوية حلوين كده زي ما انت شايفة. التوم بوصل بيدي طعم حلو قوي للمحشي يا جماعة. فعلا الخطوة دي بتبقى حلوة جدا، ما بستغناش عنها. الريحة بتبقى حلوة جدا جدا بصراحة. خلاص التومة ريحتها تطلع وبتبتدي تتحمر، احس خلاص كده. هنزل عليهم بمعلقة سمنة بلدي، معلقة حلوة كده، بتودي الطعم لحتة تانية خالص. هكون ضربة انا خلاص كده، اللون ده حلو قوي اللي انا عاوزاه. هكون ضربة يعني كمية الطماطم برضو حسب كمية المحشي اللي انا عاملاه. انا عاملة تقريبا 3 كيلو رز، فعاملة عليهم حوالي 5 كيلو او وزيادة شوية طماطم. الطماطم دي مركزة. خلاص بس الطماطم دلوقتي مش حمرا قوي، مش عارفة ليه. يعني نزلت شوية حلوين وبعد كده رجعت صفرت تاني، بقى لونها فيها اصفر كتير. خلاص كده اتسبكت الطماطم بتاعتي. الحلة دي كبيرة يا جماعة قوي. آه نجيب 5 6 7 8 مكعبات مرقة. بحب المرقة جدا، وبحب قوي قوي في المحشي بصراحة. فهحط 4 5 مكعبات. تمام كده. الطماطم شكلها حلو لكن مش حمرا، يعني شكلها حلو وجميلة وكل حاجة بس مش حمرا قوي. فاللي هتخزن لا تستنى شوية. هحط معلقة فلفل اسود، شوية ملح. خلاص كده يغلوا غلوتين كمان. هكون غاسلة الخضرة بتاعتي، انا عاملة كمية خضرة برضو كتيرة. بنزل بالخضرة الاول، بشيل بس شوية صغيرة كده على جنب اهو. بنزل بالخضرة بتاعتي بعد ما نكون طبعا غسلناها كويس اهو. نقلبهم. الرز بتاعي طبعا مغسول ومتصفي برضو. ولازم خطوة مهمة ان الخضرة ما يكونش فيها مية، والرز ما يكونش فيه مية. الخطوة دي مهمة جدا. خلاص نقلب، انا بديهم غلوتين كده على النار مع بعض اهو. كل الكمية بتاعتي اهي. اقلبهم كويس واديهم غلوتين واقفل النار. تمام اهو. خلاص كده هقلب تقليبه احس ان كله خلاص تداخل وبقى كله مظبوط. خلاص كده
يلا بينا على الرخامة بتاعتنا. نجيب الاول الصينية عشان ايه؟ نعمل الخطوة الاهم في الموضوع. عندي لحمة فليه او لحمة بفتيك. خلاص، حلو قوي يا جماعة، بشكل يعني بصوا جامد جدا. معلقة سمنة بلدي كده او معلقة زبدة يديها صدمة. اللحمة، رشة ملح، رشة فلفل اسود. نقلبها الناحية التانية. الخطوة دي بتدي للمحشي واللحمة نفسها طعم. لازم تجربوها بجد بجد بجد. حلوة قوي قوي قوي. خلاص كده قلبناها الناحية التانية. مقطعة جزر وطماطم، مش كتير بس يعني ايه يدوا طعم للحمة وللمحشي مع بعض. تمام كده. خلاص هرش رشة ملح برضو ورشة فلفل اسود. خلاص كده نطلع على الرخامة بتاعتنا. اهو انا غسل نص الكمية بتاعة المحشي، دي مش الكمية كلها. ابتدي احشي. هحط من تحت انا غلطت، هحط طبعا البتنجان الاول من تحت. لازم البتنجان يبقى من تحت يا جماعة، ما يبقاش فوق، لانه بيغير لون الخضار. فهنحط البتنجان. انا بحب البتنجان الاسود، ما بحبش الابيض. بجيبه بس الابيض مش قوي. خلاص هنحشي الكمية بتاعتنا كل اللي هي هعملها النهاردة. انا هقسم المحشي على يومين، لان زي بقولك انا عاملة كمية كبيرة. عاملة الخلطة تكفي يومين عشان ما اقعدش كل يوم اعمل، فاهماني؟ بحطها في التلاجة في طبق كده واقفلها واحطها في التلاجة، وتاني يوم احشي تاني عادي مفيش مشكلة. خلاص. جربي المحشي مع لحمة البفتيك كده، بجد هتعجبكم جدا. طعمها بيبقى حلو قوي. خلاص هحشي الكمية كلها اهو. الصينية كبيرة كمان. لازم ما يكونش على المحشي رز، يعني الخطوة دي مهمة عشان ما ينزلش في الصينية ويبقى شكلها وحش، وفي نفس الوقت ينفخ لك الصينية على الفاضي. لازم المحشية تبقى نظيفة كده خالص وانتي بتحشيها. حاولي تحشي من اي رز من عليها خالص. خلاص الخطوة دي مهمة جدا. ما بحبش اخلي رز على المحشي خالص، بيبقى شكلها مش حلو. الكوسة برضو حشيناها اهي. عاملة الصينية بتاعتي المقدار اللي انا عاوزاه، لان هي هتقل طبعا. المحشي لما بيستوي بينزل لتحت، فما تخافيش الكمية كويسة اهو. خلاص كده خلصت الصينية اللي انا عاوزاها دلوقتي. زي ما انت شايفة شكلها حلو قوي. المحشي طالع ما شاء الله حلو جدا. خلاص اهي، يلا بينا على البوتاجاز. رشة فلفل اسود على الوش، ورشة ملح، مكعب مرقة اهو. المية بتاعتنا مغلية. احنا عندنا اللحمة طبعا من تحت. عندي شوربة يا ريت، ما عندكيش خلاص انت استغنيتي بيها بالمرقة. واللحمة اللي من تحت هتطلع لك مرقة حلوة اهو. المحشي ما شاء الله، شايفة عامل ازاي؟ نطلعه دلوقتي نغرفه اهو. شايفة عامل ازاي؟ بجد حلو جدا. حلو المحشي في الصينية. هيطلع لك الصباع سليم كده من غير ما تمرري. اقلبهولكوا دلوقتي وشوفوا شكل الجمال والحلاوة. بجد شكله حلو قوي قوي من تحت. بس طبعا معاناة لان الصينية سخنة جدا اهو. فبنحاول على قد ما نقدر يعني.
الصينية سخنة وخايفة اقلبها. أهو نحاول نطلعها. الحمد لله سطرت. اهو زي ما انت شايفة عاملة ازاي، بجد حلوة قوي. اعمليه في الصينية وريحي دماغك، بجد الصينية اريح بكتير. شايفة اللحمة عاملة ازاي؟ اللحمة طعمها حلو جدا، واخدة من طعم المحشي. اللحمة طعمها بجد حلو، لازم تجربوها. شايفة عاملة ازاي؟ حلوة طريقة المحشي، لا ما اتحرقتش، هي طعمها حلو قوي، اتحمشت بس سنة، لكن حلوة بجد. الجزر والطماطم من تحت واللحمة مخليها طعمها فظيع. عمل بها، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين الجمال يا جماعة؟ بجد حلوة قوي. بجد طعم انا بحب القعر ده، بقى حلو قوي. شايفين عاملة ازاي؟ شايفين الجمال والحلاوة دي؟ صينية في قلبك، بجد والله. اتفضلوا معانا. ما شاء الله، شايفة عامل ازاي المحشي؟ مفلفل ومش معجن ومستواه مظبوط، مفيش نقطة مية زيادة. حطي كده في اطباق وطلعي للولاد بصي عيشي اللحظة. بجد حلو، وطعمه حلو، وريحته حلوة، اللحمة طعمها حلو قوي. اهو كل واحد حطي له طبقه كده بشريحتين لحمة. شايفة الفلفل عامل ازاي؟ طبعا المحشي سخن جدا، فمش عارفة ابينه لكم اكتر. والله الخضار اللي من تحت بيديله طعم حلو قوي. اهو شايفة عامل ازاي، مفلفل مفلفل. الكوسة في خطوة مهمة، الكوسة احشيها على الاخر. يعني الكوسة متحشيش نصها، لان الكوسة مش ما بتزيدش ولا حاجة فيها الرز، لا خالص. الكوساية احشيها على الاخر. ماشي، الخطوة دي مهمة جدا، طلعلك الكوساية حلوة قوي. اهو شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ اللحمة طعمها حلو قوي بصراحة، كانت عجباني جدا. شايفة عاملة ازاي؟ ومهرية. شايفة الجمال؟ لا بجد طعمهم حلو، جربوهم. اتمنى الوصفة تعجبكم، والمحشي بتاعي يعجبكم، والطريقة، وتقولوا لي رأيكم. وبألف هنا، ومع السلامة.